مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشوني جدا. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا اكله كده حلوه حلوه كده كلنا بنحبها، واكله جميله وبتفتح النفس. تعالوا كده اوريكم عملت ايه النهارده. تعالوا شوفوا. عملت طاجن باميه باللحمه. ايه رايكم في الجمال ده؟ وكمان عملنا الرز بالشعريه بالشكل ده، وعملنا طبق السلطه. وبألف هنا وشفا يا رب عليكم. طبعا هندخل على الطريقة ونقول باسمك يا رب وإيدك قبل إيدي. يلا بينا حبايبي. طبعا أنا جايبة بامية كده اللي هي بيبقى فيها العرق بتاعها، العرقون بتاعها أحمر كده بالشكل ده. بامية كده حلوة فلاحي جميلة من واحدة عندنا في السوق هنا فلاحة. بتجيب الصراحة حاجتها حلوة وطازة. طبعا أنا غسلتها حلو جدا ونقعتها في مية وغسلتها وصفيتها كذا مرة، طبعا عشان بيبقى فيها تراب، رملة، أي حاجة بنغسلها كذا مرة. بعد كده بنصفيها، اغسلها حلو جدا، وبعد كده بحطها في مصفى بالشكل ده كده تصفي المية بتاعتها، وبسيبها شوية. وبعد كده ببتدي بقى لما بتنشف كده شوية معايا ببتدي أقمعها. بشيل القمع ده كده بالشكل ده، بالشكل ده، وبشيل الحتة اللي من تحت دي كده بالشكل ده حبايبي. هروح بقى اكمل بقية البامية وارجع لكم تاني. جبت الحلة كده وحطيتها على النار، وحطيت فيها معلقة سمنة، سمنة بلدي، سمنة علب اللي متاح عندك، بس احنا بنحب نحط يعني السمنة البلدي بتبقى طعمها احلى. ومعانا هنا البصلاية اللي مقطعاها قطع، نبتدي بقى نحطها كده. ونحط كده رشة فلفل اسود، ورشة ملح، ونحط ورق لورا، ونبتدي بقى ندبر البصل. وكده البصل دبل معانا كده بالشكل ده يا حبايبي. هبتدي بقى احط لها ايه، معلقه ثوم مفرومه بالشكل ده. استنى لغايه بس ريحه الثوم ما تطلع معانا. طبعا انا مش هحمر البصل جامد عشان الاكل يبقى خفيف معانا، يبقى احلى ريحه بقى. دلوقتي في الوقت ده طبعا انا سلقت اللحمه وحديها، لكن لو انتي حابه تحطي اللحمه طبعا بتبقي تحطيها بقى على البصل، تبقي مقطعاها وتحطيها على البصل كده تاخد تشويحه كده مع البصل، وبعد كده بتحطي بقى الصلصه او القوطه بتاعتنا. لكن انا سلقاها وحديها، فهحط القوطه كده اللي انا عصراها ومصفياها بالشكل ده كده يا حبايبي. هسيبها بقى لما تتسبك مع بعضها وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي الصلصه اتسبكت معانا وجميله كده. هنبتدي طبعا نتبلها، نحط لها مكعب خضروات، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، سكر، 7 بهارات، ملح بالشكل ده يا حبايبي. ونقلب. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت الباميه كده قمعتها، وكمان مسكت فلفل كده حامي حراق بيدي طعم حلو قوي للباميه بتاعتنا. نبتدي بقى نحطها كده كده. حطينا الباميه كده في الصلصه، نسيبها بقى تاخد غلوه كده مع الصلصه وتاخد من طعم التوابل وطعم الصلصه. وطبعا اللحمه هنا سلقاها كده وحديها، ابتدي احطها على الباميه تاخد كده من طعم الباميه والصلصه لغايه لما الباميه بتاعتنا تستوي. طبعا حطيت الثوم كده يا دوبك بس يصفر معانا زي طشه الملوخيه.
تصفر كده معانا، وابتدي بقى ايه احط لها كزبره ناشفه. وشموا بقى احلى ريحه. عايزه اقول لكم الريحه يعني جباره، الريحه جميله جدا. وهطفي عليها. طبعا انا جبت طاجن، هبتدي احط فيه الباميه كده، نحطها كده في الفرن كده وناكل احلى طاجن باميه، ياخد كده طعم الفرن. بالشكل ده يا حبايبي كده، وهحطها في الفرن كده. يا حبايبي بعد ما طلعته من الفرن، شوف الطاجن الجميل بتاعنا ده، ايه رايكم في الجمال ده؟ عايزه اقول لكم الريحه قلب الشقه، الريحه جميله جدا. تعالوا كده نغرف كده ونشوف. وطبعا عملت الرز بالشعريه، بس انا مرضتش طبعا اطول عليكم عشان عملناها كتير مع بعض. وعملنا طبق السلطه. طبعا الوجبه دي وجبه كامله متكامله من كله. تعالوا كده ندوق ونشوف الباميه بتاعتنا، نشوف الجمال ده. باللحمه بالشكل ده. بصوا الباميه شكلها جميل ازاي. كمان ناخد الرز كده ندوق مع بعض. بصوا اللحمه مستويه وجميله، بصوا مش مستحمله. والباميه نفس الحكايه، الباميه مهريه خالص. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا. تعالوا ندوق الرز كده بالباميه. خطيره 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 يا جماعه، بامانه جميله جدا. تعالوا ندوق اللحمه كده. جميله ودايبه، حلوه قوي، هتعجبكم. هنا طعمها جميل جدا الباميه، يعني العشق كله الباميه بالقوطه كده بالدمعه. مين بيحب كده الباميه بالدمعه زي، ولا بتحب الباميه الويكا؟ عايزه اقول لكم بامانه طعمها جميل جدا. وبصوا الباميه جميله، وطعم اللحمه فيها جميل، والرز. بامانه الاكل ده هتعجبكم قوي. قولوا لي بقى مين بيحب بقى الباميه كده بالصلصه، ولا بتحبوا الباميه الويكا؟ قولوا لي. احنا عن نفسنا بنحب الباميه المصلصه اكتر. وعايزه اقول لكم اكله كده بتفكرنا كده بالزمن الجميل وبريحه الحبايب. الاكله كده اللي بتعمر الدماغ زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم بامانه هتعجبكم جدا. وحبيت النهارده اوريكم طريقتي في الباميه، يا رب كده تعجبكم. وقولوا لي لو انتوا بتعملوها بطريقه مختلفه، يا ريت تقولوا لي في التعليقات. عشان نعرف كل واحده، طبعا بيبقى كل بلد بيبقى ليها طريقه مختلفة. فلو في حاجة مختلفة عن الطريقة بتاعتي، يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات. واللي بيعملها زي كده يقول لي. وطبعا بستنى طبعا كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني قوي. وبكده يا حبايبي خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب كده الفيديو يعجبكم. وطبعا ان عجبك الفيديو تدوس لايك، واللي ما اشتركتش معانا في القناة تشترك معانا. من مطبخ ايمي سمير. شكرا جدا يا حبايبي.